السلام عليكم. محشي ورق العنب بكل اسراره وتكاته، حرفيا روعه. يلا ما تكسليش، يلا قومي اعملي، يلا بينا نبدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وزي ما عودتكم يا جماعه في الفيديو بتاع ورق العنب اللي فات، لازم عشان يطلع معاكي المحشي حلو لازم خضره كتير وبصل كتير وطماطم كتير، وكمان حطينا فلفل حامي. واظبطي السمنه بقى زي ما انت بتحبي، ويا ريت تستخدمي نوع سمنه يبقى كويس. انا بسلق ورق العنب، هياخد في سلقه بالظبط من 5 ل7 دقايق بالظبط. تطفي على طول وبعد كده تصفيه فورا، عشان ورق العنب بيتهري معاكي، لو سبتيه كتير هيتهري معاكي. ما تسيبوش في الميه السخنه، بالذات لو كان ورق نوعه حلو وفريش وطازه وكويس، فمش هياخد معاكي وقت خالص في السلق. وفي الحله اللي انا هحشي فيها ورق العنب هنزل بشرايح من البصل والطماطم والليمون والجزر والفلفل الالوان والفلفل الاخضر. تمام، وبس ما تنسيش شرايح الليمون اهم حاجه. وهنزل بشويه من دبس الرمان بس، وهبدا احشي فيها بقى. وهنا هترصي الورق كله على الترابيزه بالشكل ده، وهتبداي تحطي فيه الرز عشان تسهلي على نفسك وتحشي بسرعه جدا جدا. بس وبكده هتخلصي كميه كبيره في وقت قليل قوي. تمام كده، تعمليه على شكل صباع كده. تاني نكمل الكميه كلها. بس وتلفي الورقه كده كده من فوق، بعد كده من الجنب بس، وتلفي كده اهي. ما تكوريهاش، ما تعمليهاش على شكل كوره كده، لا، اعمليها على شكل صباع مفروده. حتى لو عندك كميه كبيره قوي هتلاقي نفسك خلصتيها بسرعه جدا جدا جدا. ماشي اهو، لفيته كله ما خدش مني وقت، يعني يا دوبك خدت ساعه وربع كده. في كيلو ورق كامل لفيته في ساعه وربع. هنزل عليه بشويه من السمنه على الوش، شويه من دبس الرمان على الوش برضه. وانتي بتسقيه بالشوربه تخلي اخر سطرين من فوق الشوربه ما تبقاش واصله لهم. ليه؟ اهو بصي، عشان انت لو غطيتي المحشي بالشوربه هيطلع معاكي معجن، فخدي بالك ما تغطيش المحشي بالشوربه. تمام، بس وتولعي عليه وتسيبيه بقى على نار عاليه لغايه ما يتشرب، وبعد كده توطي عليه بقى. وبعد ما غرفنا وخلصنا
لو عايزه تعرفي تفاصيل الخلطه انا عملتها ازاي في تاني فيديو انا نزلته في القناه، هتلاقي تفاصيل الخلطه بتاعه الرز اتعملت ازاي بالظبط بالمظبوط. تمام كده. وبألف هنا وشفا.